مين هو نجم هوليوود في القتال؟ بويكا ولا بروسلي ولا حتى جاكي شان؟ الفيديو النهاردة هنعرض قائمة أشهر 10 ممثلين في العالم واللي بيتقنوا أخطر الفنون القتالية في العالم. بس قبل ما نبدأ ياريت تنزل تصلي على النبي في الكومنتات وتدوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. في المركز العاشر بويكا، اسمه الحقيقي سكوت أتكنز، من أكتر الشخصيات اللي بتعجب عشاق الأكشن. اتولد بويكا سنة 1976 وهو ممثل ولاعب فنون قتالية، وكان بيحب جدا أفلام بروسلي وفان دام وجاكي شان، وكان بيحلم إن هو يبقى واحد منهم لحد ما بقى من أكتر ممثلين الأكشن شهرة. المركز التاسع جيت لي، اللي اتولد سنة 1963 وهو ممثل ومنتج ولاعب فنون قتالية من أصل صيني. جيت لي أخد حوالي 15 ميدالية ذهبية في رياضة الووشو، واعتزلها وهو عنده 19 سنة. وظهر جيت لي في أول أفلامه بفيلمه رامبو ماست داي، اللي فتح له سكة أفلام كتير أوي في هوليوود. في المركز الثامن جون كلود فان دام، والمعروف باسم فان دام، اللي اتولد سنة 1960 من أصل بلجيكي، ويعتبر من أشهر ممثلي الأكشن في هوليوود بسبب قوته وسرعته العالية اللي خلته من أشهر الممثلين في الوقت ده. في المركز السابع توني جا، ممثل ولاعب تايلاندي ومصمم معارك مشهور جدا، واللي نشأ على أفلام بروسلي وجاكي شان وجيت لي اللي ألهموه وخلوه واحد من أقوى المقاتلين في العالم، واللي اشتهر بأفلام هونج باك. في المركز السادس لطيف كرادور. مين فينا ما شافش فيلم أنسبوتد وشاف لطيف في القتال مع بويكا والحركات البهلوانية؟ الممثل البرازيلي اللي بيستخدم الفن بتاعه مع القتال اللي دخلوه لعالم السينما. المركز الخامس ستيفن سيجال، ممثل الأمريكي اللي يعتبر أحد أشهر نجوم الأكشن والدفاع عن النفس، ودخل سيجال عالم الفن من خلال لعبة الأيكيدو. في المركز الرابع مايكل جي ويت، ممثل الأمريكي صاحب الجسم الرياضي القوي اللي خلته بارع في جميع الفنون القتالية واحترف التمثيل، وأول ظهور ليه في فيلم تايسون اللي بعدها خلته من أشهر نجوم الأكشن في هوليوود. في المركز الثالث جاكي شان، ممثل والمخرج والمنتج والمغني اللي استخدم أسلوب قتال خاص بيه هو، من حركات ارتجالية سريعة وأفلام الكونج فو القديمة وأسلوب السكران اللي كان بيعتمد عليه، ودلوقتي يعتبر جاكي شان من أساطير الأكشن في العالم. وفي المركز الثاني بروسلي، واللي طبعا لو اتكلمنا عليه مش هنعرف نوصفه، المقاتل اللي مات وهو صغير واللي يعتبر لو كان عاش لحد دلوقتي كان زمانه عمل تاريخ كبير جدا وغطى على ممثلين ياما. وفي المركز الأول أنا سايبها لحضراتكم، لو شايفين حد يبقى في المركز الأول من القايمة أو حتى من بره القايمة قول لي رأيك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. سلام.